كلام رائع. يعني انا بتكلم عن السلعه اللي انا بتكلم عنها دايما، وكنت بقول يعني واحد بيسالني بيقول لي انا حلمي اجيب عربيه، وحلمي مش عارف اقي شر البهدله لاولادي ولبيتي والكلام ده. فقلت له حضرتك المفروض يبقى حلمك دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده انك تعلم ولادك كويس، يعني تمام؟ العربيه ابدا ابدا لم تكن غايه، تمام؟ لان انا بشوف مهازل الصراحه. احنا بنتكلم دلوقتي على صعيد كده، احنا قاعدين قاعده فريندلي كده وقاعده عائليه جميله، فانا بشوف مهازل. انا بشوف حد اديوكيتد وحد محترم وداخل كاتب لي انت بالالف بدل انت، يعني تمام؟ انت بالالف. احنا عندنا مشكله خطيره، عندنا مشكله خطيره تعليميه وتوعويه وثقافيه، وعندنا ازمه كبيره جدا جدا. بنجد الكلام ده كتير قوي. فانا لما بكلم حد واقول له انت تشتري عربيه في وقت حالي زي وقت ازمه، المفروض انك انت في الحاجات دي زي ما الدكتور قال هي مش نيدز ابدا، هي وسيله فعلا دلوقتي، الوقت الحالي كمان وسيله جدا. وحتى هي مصنفه جمهوريا انها سلعه رفاهيه، وهذا كلام صحيح. يعني في ناس تقول ازاي ده العربيه اساسيه في الحياه. لن تجد في دوله في العالم تجد المواطن الانجليزي بيروح شغله بالعجله بالسكوتر، تمام؟ او يروح سيرا على الاقدام ويمارس الرياضه. لكن عندنا هنا تجد المواطن المصري زوجته ممكن تعايره انه ما عندوش عربيه. انت يعني اللي هي النقل الكامل وبتاع ايه؟ بلا خيبه، يعني تمام؟ جاره ممكن يبص له على انه مش مكتمل يعني الوضع الاجتماعي لو هو ما عندوش عربيه. عندنا ازمه فعلا، احنا ما بنفكرش فعلا اولوياتنا ايه ومشاكلنا ايه. انا راجل بتاع عربيات اهو، وجاي اقول لك حاليا ليس وقت سيارات تماما، حاليا ليس وقت سيارات تماما، حاليا وقت تنميه العنصر البشري فعلا، حاليا الوقت اللي نعلم ولادنا يبقوا جيل افضل من الجيل اللي فات، لو الجيل اللي فات اخفق. لا انا بتهاجم كتير جدا جدا جدا، لان انا بتاع عربيات ما بروقش للعربيات، يعني تمام؟ انا عارف ان العربيات دي سلعه نقيمها فقط في وقت الرفاهيه ووقت الرخاء، لكن ولا اظل نقيمها طبعا من باب الهوايه والمتعه، لكن ما اقدرش اقول لحد في وقت ازمه انزل اشتري عربيه الحق فلوسك، لا طبعا. احنا بنتكلم كلام محترم دلوقتي عن صناديق استثمار وعواقب ماليه واستثمار طويل الاجل في الذهب وفي العقار، لا نستثمر في العنصر البشري. اين وضع السيارات في المكان ده؟ عشان اقول لواحد اشتري عربيه وسيب ولادك ما يتعلموش، او سيب ولادك ما ياكلوش، او سيب ولادك ما يدفعوش اقساط المدارس، ده كلام فارغ. يعني انا بصراحه ابقى بضيع وقت. اروح اقول لك كمان تدفع ثمن العربيه دلوقتي الحالي وهي لا تستحق قيمتها، اقول لك اشتري سياره كوريه مسعره رسميا ب 750,000 جنيه موجوده في الاسواق المصريه بره. السعر الحقيقي انت من الاخر مستهلك، انا مش هقعد احكي لك سعر رسمي وواقف عليه كام والقسط كام. انت عايز تروح لمعرض تلاقيها عنده، او واحد تاخدها منه. انت عارف هتاخدها بكام اللي ب 740,000 جنيه؟ بمليون و400,000 جنيه. تلك مهزله، هذا تسعير غير مبرر تماما. ولا تقول لي ازمات اقتصاديه، ولا تقول لي العمله فقدت 50% من ثمنها، ده كلام فارغ، ده تضييع وقت وكلام فارغ. ويعني فعلا انا اسف في اللفظ، ده نهب للديون حرفيا، وانا بقول لك انا بشتغل. فاوعى تاخد العربيه دي الا لما تكون الامور متاحه والامور متيسره. فكر بقى ساعتها وعايز اقول لحضرتك حاجه، هل تعلم الان ان وسائل المواصلات ارخص بكتير جدا من كلفه العربيه؟ بكتير جدا، لما تحسب الراننج كوست، ولما تحسب سعر العربيه، ولما تحسب حتى القسط اللي انت بتدفعه. دلوقتي عشان يرغبوا الناس في العربيات بيعلنوا عن مقدمات 25,000 جنيه. لكن حضرتك هتروح تدفع المقدم ال 25,000 جنيه لسياره نيسان صني تفتقر لوسائل الامان، وهتلاقي نفسك بتدفع قسط 11,000 جنيه شهريا. هل هذا في مقدره اي مواطن؟ يعني عشان يشتري عربيه اقتصاديه؟ هل هذا في مقدره اي حد حتى عايز يشتغل عليها؟ وضيف مصاريف الراننج كوست لو حسبنا متوسطات بعد ارتفاع اسعار الصيانات، هتلاقي كمان ان الصيانات هتاخد منك 2000 جنيه في الشهر، هتعمل لك صيانتين في السنه مثلا، وضيف مصاريف البنزين من 2000 ل 3000 جنيه، تجد نفسك مطالب ب 17,000 جنيه شهريا قيمه نيسان صني، تمام؟ لا انا عندي ان حضرتك تروح تحطهم في صناديق استثمار، او تروح تجيب بيهم سبيكه ذهبيه، او تروح تحطهم في مدرسه تعمل ابجريد لابنك افضل، بدل ما انت بتبص لاولادك وتقول المدرسه دي معقوله ماشيه ايه مالها التجريبيه يعني؟ لا يا سيدي الفاضل وديهم في لغات، مش وقت منظره. احنا الشعب الوحيد اللي تلاقي زي ما بيقولوا كده ايه، معهوش بس بيتمنظر. يعني مش عايز اقولها عشان ما حدش يزعل، اصل انا ايه ما يعني تمام؟ فمعهوش بس بيتمنظر، معهوش بس راكب مفاتيح العربيه في ايده، والعربيه بتاعت المدام، والعربيه بتاعت ابني، والعربيه بتاعت بنتي. البيت الواحد دخله لا يسمح وفي 4 عربيات، ومعظمهم قسط، ومعظمهم ديون، ومعظمهم كارثه، ويجي يقعد يقول لك اصلي مش هقدر الشهر ده لاني عندي صيانه الشهر ده. ده اللي انت عملته في نفسك لما ما عندكش المقدره بتشتري عربيه ليه؟ تلك سلعه عند المقدره.
لكن يعني عشان ما اطولش في الحته دي، انا كلام الدكتور كلام رائع ومحترم وكلام على راسي من فوق، ولسه بقوله لواحد امبارح قلت له بدل ما حلمك يبقى عربيه خلي حلمك تستثمر في ابنك افضل. نرجع بقى لحته السيارات المحليه. انا لسه بتكلم دلوقتي وتلك كارثه ليس لها حدود يعني. ولن ننجح ابدا تصنيعيا الا لما نكون بنجتذب الشركات الاجنبيه بره، تمام؟ بنجتذبهم ازاي؟ بنجتذبهم بحجم اسواق. الناس دايما تقول لك ايه؟ هو ليه المستثمر الاجنبي ما جاش هنا؟ هو ليه المستثمر المحلي ما اقنعش الشركه الاجنبيه اللي هو وكيل ليها المذر كمباني بره، ما اقنعهاش ليه انها تيجي تعمل مصانع هنا؟ يا سيدي الفاضل، احنا في كارثه وفي مهزله ترجع برضه للتسعير السيء. هقول لك هي ايه؟ ترجع لان حضرتك لازم تبقى عارف ان احنا تعدادنا 105 مليون، على زي ما قال الدكتور، يعني هو مش راي، هو رقم حقيقي. 105 مليون. حجم اسواقنا للسيارات في احسن احوالها سيارات الركوب او السيارات الخاصه السيارات الملاكي 200,000 سياره. هل تدرك حجم المهزله والكارثه ان احنا في احسن احوالنا بنبيع 200,000 عربيه ل 105 مليون مواطن؟ ده احنا سوق اصغر كثير. في ناس معتقده اعتقاد خاطئ تماما. احنا حجم مبيعاتنا ده يوازي براند واحد بس في حجم السوق السعودي. يعني عايز اقول لك ان السوق المصري باكمله يعادل مبيعات تويوتا السعوديه فقط. تمام؟ متخيل حجم الكارثه؟ يعني هتقول لي يرجع لدخل المواطن ويرجع ويرجع ويرجع. المفروض انت كنت لما تتجه هنا انك يبقى عندك مكون محلي في السياره، حتى ولو لسه ما وصلش لنسبه المكون العالمي 65%، ولسه المكون المحلي بتاعنا 35 و40 ونهدف دلوقتي الان على نوصل 65. المفروض كنت تقدم السياره دي، تقدم ميزه سعريه او ميزه منافسه. انا عايز اقول لحضرتك ان السياره اللي بنتكلم عليها دلوقتي، واحنا قاعدين بقى قاعده زي ما قلنا قاعده عائليه فلا قيود على الكلام. السياره نيسان صني يعني لا عادي، انا الشركات سيبني، انا عندي مشاكل معاهم مش مهم. السياره نيسان صني بنفس سعر السياره التويوتا بيل، سياره هنديه مستورده تاتيك بنفس سعر السياره المحليه. ايه اللي حصل بقى؟ استفدت انت ايه لما اشتريت سياره محليه؟ التسعير يجعل حجم اسواقنا صغيره جدا جدا جدا، ثم هذا يجعل المستثمر الاجنبي عمره ما هيجي ويفكر ان هو يبص على سوق. هيعمل ايه في حجم سوق صغير زي ده؟ لا، هيروح يبص لسوق ممكن يكون تعداد السكان فيه اصغر منك، لكن السوق المغربي بينتج مليون عربيه وبيبيع نصهم جوه السوق ونصهم بره، بيصدر نصهم بره. لكن مش هيبص لك انت، هيروح يبص على السوق السعودي علشان يعرض معاه. وشفنا لوسيد وشفنا استثمارات الصندوق الاستثمار السعودي والشركه هيتجه للسوق السعودي، لان حجمه اكبر من حجم حضرتك 7 مرات، 7 اضعاف. هيتجه للامارات عشان يعمل معاها، وعشان تجميع اول سياره هيتجه، لكن مش هيبص لك انت طول ما حجم سوقك كده. ده يرجع ليه؟ التسعير السيء، وانا اسف، شغل تجاره الشنطه. احنا هنا بنمارس في تجاره السيارات شغل تجاره الشنطه، مش تجاره واستثمار محترم فعلا زي ما كنا نعتقد، وتسعير عشوائي تماما، اللي هو اصحى الصبح زود العربيه دي 100,000 جنيه كده هتمشي مع الناس. لكن لا في فيزابيلتي ستادي ولا في دراسه جدوى للقرار دوت او مدى تاثيره على الاسواق ايه، ولا في اي حاجه، عشوائيه. ده شغل فهلوه من الاخر بتاعنا احنا المصريين. الموظف المخلص اللي بيدخل على السي او بتاع الشركه يقول له هيا يا باشا النهارده نديهم اديهم، بس كده. طيب ناخد اخر سؤال.